انقطاعك عن المقليات بس، هتبطلي تاكلي اكل مقلي. يعني لو بطلتي تاكلي اكل مقلي هتخسي. هتخسي. المقلي والفراخ البانيه والكفته البانيه الحاجات اللي عملناها كتير قوي بالفراخ المقليه والكوكي والكنتاكي والحاجات يعني اللحمه المقليه، كل الاكل اللي انتوا حولتوه لمقلي وبوظتوا حتى طعمه، ده هنمتنع عنه نهائيا. ودي اول عاده احنا هنمتنع عنها، واوعدكم ان اخر الاسبوع هتلاقوا رقم مختلف خالص على الميزان من الرقم بتاع اول الاسبوع. طيب تعالوا نتكلم في تاني عاده، هي امتناعك عن السكر، الحلويات، السكر الابيض، البسبوسه، الكنافه، القطايف، الزلابيا اللي بتاع المدوره دي مش عارفه اسمها ايه، كل الحاجات الحلويات. لا، انا عندي لو كلتي كيلو فاكهه احسن عندي 100 مره من ان انت تاكلي حته جاتو قد كده. بجد هتبقي غذيتي جسمك، دخلتي الفيتامينز اللي جسمك محتاج لها، زودتي الحرق في جسمك، دخلتي جسمك سكريات الجسم بيتعامل معاها بشكل مختلف نهائيا عن السكر الابيض. بيخلي الجسم يعلي الحرق، بيخلي الجسم يوصل لمراحل من الحرق اعلى كتير جدا من ان انت تكوني بتاكلي سكريات. طيب تالت عاده انا عايزاكي تعمليها ان انت تبداي يومك بالبيض. اسلق بيض وابدا بيومي، اقليه وابدا بيومي، احط عليه جبنه موتزاريلا وابدا بيومي، احط عليه جبنه شيدر، احط عليه بسطرمه، احط عليه اللي هحطه خضار، اي طريقه من طرق البيض. وانا هعمل لكم 5 طرق للبيض. ابداوا يومكم بالبيض. ممنوع تبداي يومك مع البيض تحطي معاه نشويات، يعني ماكلش بيض بعيش، لا انا هاكل البيض مع خيار، مع طماطم، مع خس، مع جرجير، مع فلفل الوان، وهاكله مع جبنه شيدر، اكله مع جبنه تلاجة، اكله مع زبادي. بلاش عيش، بلاش ابدا يومي بالعيش، هيفرق معاكي قوي في ان انتي تخسي. لو بداتي يومك بالبروتين ابداي بتونه لو مش بتحبي البيض، ابداي بجبنه لو مش بتحبي البيض، اعمليها جبنه بطماطم بخيار بجزر وعدي كليها بالشوكه كده. لو بدأتي يومك ببروتين هتشوفي فرق كبير قوي في الوزن بتاعك اخر الاسبوع، غير ان انت تبدأي يومك بسكريات او تبدأي يومك بنشويات. هتحسي كمان ان انت شبعانة قوي طول اليوم ومفيش نهم على الاكل ولا الحلويات. هيفرق معاكي جدا في التركاية دي. لو فضلت اقنعك بان العادات الصحيه هي اللي هتخسسك مش هتقتنعي، بس بالتجربه هتقتنعي. لو قدرنا نمنع العادات الصحيه الغلط الموجوده في يومنا فعلا هتخسي على الميزان. وكمان اوعدك انك من اول اسبوع بس لاتباعك العادات الصحيه اللي هقولك عليها في الفيديو دلوقتي، وخليكي معايا لحد اخر الفيديو عشان تعرفيها وتخسي اول اسبوع لحد 4 كيلو، من 3 كيلو ل 4 كيلو، وممكن كمان في الأوزان العالية توصل ل5 و6 كيلو. الموضوع بسيط قوي. أول حاجة، أول عادة هتبدأي إن انتي تتبعيها هي عادة انقطاعك عن المقليات.